بيبدأ الفيلم مع واحدة اسمها روز قاعدة على السرير جنب واحد نايم، وروز ما كانش مصدقة نفسها انها جنب واحد على السرير، لانها شايفة نفسها انها حياتها مملة وانها ست عادية جدا، فبالتالي يعني مفيش اي حد يبص لها، فكانت حاسة نفسها انها جنب راجل، لدرجة انها طلعت الكاميرا علشان تصور المناسبة المهمة دي. ولكن في نفس الوقت ده بيجي لها تليفون مهم جدا، في حد كده اتصل بيها وقال لها ان اختها اللي اسمها ماجي في حالة مش كويسة، فيا ريت يعني تيجي تاخدها. روز بتروح علشان تاخد اختها، بتلاقيها في حالة من ايام ست النيلة، اختها شاربة ومش جريانة بنفسها، فروز بتاخدها علشان توديها لبيت ابوها. وبنعرف ان ماجي مش بتشيل مسؤوليه، ودايما تصرفاتها وعاداتها مش كويسه خالص. المهم عند بيت ابوها هناك، ماجي ما كانتش عارفه تدخل المفتاح في الباب ده من كتر ما هي متنيله على عينيها. في الوقت ده مرات ابوها بتفتح الباب، بتقول لماجي بقول لك ايه، انا كرهتك وكرهت تصرفاتك دي، انت وجودك هنا في البيت خطر على بنتي. وراحت مديها لماجي الحاجات بتاعتها واللي كانت هي اساسا محضرهم لها، وقالت لها امشي يا بنت من هنا، وراحت قافله في وشهم الباب. فكده مين بقى اللي لبسها؟ اختها روز. خدتها عندها في البيت، وهناك ماجي بتعرف ان روز عندها واحد في البيت، فبتفضل بقى بصوت عالي تقول كلام كده غلس ومش حلو يعني. وروز كانت بتحاول تهديها وتسكتها علشان اللي معاها ده ما يصحاش، لغايه ما فينها قدرت تنيمها وتسكتها. ومع ذلك روز كانت مهتميه بماجي كانها مامتها، مش مجرد اختها الكبيره وبس. على قد اللي ماجي كانت بتعمله ده كله، روز كانت مع ذلك بتحبها. على كل حال ماجي تاني يوم الصبح لما بتصحى بتشوف الراجل اللي بايت مع روز، وهما الاتنين بيبصوا لبعض بصات كده غير بريئه خالص. وروز بتاخد بالها، لكن طبعا مش بتحط في دماغها اي حاجه كده ولا كده. على كل حال بتاخد الراجل ده، واللي بيتضح انه شغال معاها او تقريبا مديرها في الشغل. وبنعرف ان روز شغاله محاميه في شركه محاماه كبيره جدا. في نفس الوقت جوه الشقه ماجي بتاخد راحتها في الهدوم بتاعت اختها، كمان الشوزات بتاعتها. وبتلاقي ان اختها سايبه لها في الجورنال شويه علامات على شويه وظايف علشان تشوف اي وظيفه منهم تشتغل فيها، لان ماجي عاطله عن العمل وروز تقريبا شبه بتصرف عليها. ولكن روز مش بيلفت نظرها اي وظيفه من الوظايف دي، بس بيلفت نظرها وظيفه لمذيع في برنامج. ماجي بتروح علشان تقدم في الوظيفه دي، فبتخش في اختبار الاداء، لكن كان واضح جدا ان ماجي مش بتعرف تقرا، وكانت فاكره انها بجمالها يعني هتنجح في الامتحان. لم تكن تعلم ان في حاجات تانية بتطلب ابسطها انها تعرف تقرا. ده اللي خلى ماجي فشلت في الامتحان. في نفس الوقت على الجانب التاني روز في الشغل، صديقها ده بيكلفها بمهمه خارج البلاد، وبطريقه صعبانيه كده باين قدام زمايله في الشركه انه يعني مضطر يسافر مع روز في المهمه دي. طبعا روز كانت فرحانه جدا. وفي اليوم ده بالليل لما بتروح بتلاقي اختها ماجي داخله عليها، فروز بتسالها عملت ايه في الوظائف اللي قلت لها عليها. ماجي بتقول لها انا مفيش اي وظيفه منهم نفعت فيها. فروز بتقعد علشان تعمل لها سي في علشان تقدر تقدم بيه في اي شركه وتشتغل. وبتسال ماجي خبرتها في ايه او اشتغلت في ايه قبل كده، وبيطرح ان ماجي اشتغلت شغلانات كتير جدا، مفيش شغلانه منهم قعدت فيها اكتر من اسبوع. وده لان ماجي مش بتاعت مسؤوليه ومش بتاعت شغل، ودايما فاكره نفسها انها بجمالها يعني تقدر تاخد اي حاجه هي عاوزاها. على كل حال ماجي في الوقت ده بتغير الموضوع، وبتقول له روز انت عندك شوزات كتيره جدا مش بتلبسيها، انت ليه مش بتلبسيها يا روز؟ وطلبت من روز انها تديها شويه منهم، وروز قالت لها لا طبعا، وفهمتها انها بتجيب الشوزات دي علشان تكافئ نفسها بيهم، لانها شايفه ان حياتها ما يعلم بها الا ربنا اساسا وممله جدا، وانها دايما اوقات بتتخن او اوقات بتخس، فمعظم الهدوم اللي عندها مش بتقدر تلبسها. اما الشوزات دي الحاجات الوحيده اللي بتقدر تلبسها مهما تخنت او خست، فعلشان كده بنلاقي روز متمسكه بالشوزات بتاعتها. على كل حال في الوقت ده ماجي حاولت تقنعها انها تعمل زي ما هي بتعمل علشان حياتها تبقى فيها شويه اكسايتنج يعني وكده. وظبطت روز كده وسنجفتها واخدتها معاها في مكان بيسهروا فيه علشان يصطادوا فيه رجاله. انه موسم الصيد يا جورج، هل سناتي بسمكه تونه عنيده كبيره جدا ام لا؟ على كل حال ماجي بتستخدم الخوارزميات بتاعتها على الرجاله اللي هناك، وبتقدر تصطاد 2 رجاله بس هم سهروا معاهم بس يعني ما عملوش حاجه تاني. بعد كده ماجي وروز بيروحوا مطعم، بيقعدوا مع بعض بيتكلموا مع بعض. روز بتقول لماجي انها مش موافقه عن اللي ماجي عملته ده، وان ده مش اسلوب حياه المفروض انها تتبعه. قالت لها ايه يعني كل يوم تتعرف على واحد شكل علشان بس يدفع لك ثمن المشاريب بتاعتك؟ هتعملي ايه يا ماجي لما تكبري في السن وشكلك الحلو ده يتغير؟ ساعتها يا ماجي محدش هيبص لك اساسا. يا ماجي يا اختي لازم تشتغلي علشان تنفعي نفسك، انت كده بتضيعي سنين عمرك على الفاضي. الكلام ده ما عجبش ماجي. كمان ماجي اتضايقت جدا من روز لما روز طلبت من الست اللي شغاله في المطعم انها تجيب لها استماره طلب عمل في المطعم لاختها ماجي. ده اللي خلى ماجي تسيبها وتمشي. على كل حال بيجي اليوم اللي روز هتسافر فيه خارج البلاد هي وصديقها، ولكن بتفاجئ بواحد تاني في العربيه غير صديقها. الشخص ده اسمه سايمون، وعاوز اقول لك ان سايمون ده عينه من روز جدا، وكان متحمس قوي انه هيسافر مع روز، وده على عكس روز اللي كانت متفاجئه ومتنكده. من الناحيه التانيه ماجي بتدور على شغل بطريقتها، وحظها بيرميها في مكان كده ملجأ لرعايه الكلاب. ماجي دخلت المكان ده ما كانتش طايقه الريحه، ولكن يعني تكرمت وداست على نفسها شويه ووافقت انها تشتغل في المحل ده. في الوقت ده بيجي لها تليفون من مرات ابوها، بتقول لها انا عاوزاكي تحضري لي هنا في البيت فورا.
فورا. فماجي بتروح لها. مرات ابوها بتقول لها بقول لك ايه، انا عاوز احول الاوضه بتاعتك دي للاوضه بتاعت ابن بنتي. فماجي قالت لها ايه ده، هو بنتك حامل ولا ايه؟ مرات ابوها قالت لها لا لسه، بس يعني بما انها تتجوز فاكيد هتبقى حامل. كل الكلام ده كان قدام ابو ماجي، واللي كان واقف كده زي قلته ملوش اي لازمه. المهم مرات ابوها بتسيبها وماجي بتلم حاجتها، ولكن ماجي في الوقت ده قررت انها تدخل الاوضه بتاعت بنت مرات ابوها، وقلبت كل الفلوس اللي في الاوضه. كمان دخلت باقي الاوض علشان تقلب كل الفلوس اللي فيها، وبالصدفه كده بتقع في ايديها جوابات جايه من جدتها مامتها المتوفيه. وماجي لما بتشوف الجوابات دي بتستغرب، وبتاخد الجوابات دي وبتمشي. في نفس الوقت على الجانب التاني سايمون بيروح للاوضه اللي فيها روز، بيحاول ياخدها علشان يعزمها على العشاء، ولكن روز بتديله الوش الخشب وبتقفل في وشه الباب. بنرجع تاني لماجي في اول يوم شغل في دار رعايه الكلاب. ماجي حرفيا بتبهدل الدنيا، ولما بتخلص شغل وبتخرج علشان تاخد عربيتها وتروح مش بتلاقي العربيه بتاعتها. بيتضح ان العربيه بتاعتها اتكلبشت واتاخدت على المخزن اللي بيحطوا فيه العربيات المخالفه. في الوقت ده بيجي لماجي 2 شباب بيقولوا لها ايه ده، هم عملوها معاكي؟ انت عربيتك اتاخدت مش كده؟ طيب بقول لك ايه، انا صديقي كده كده هيوصلني للمكان اللي شايلين فيه العربيات، فايه رايك لو تيجي معانا؟ ماجي على طول قالت لهم اوكي، وراحت معاهم للمكان ده. هناك جوه المكان ده ما كانش فيه اي حد، مفيش غير الراجل الموجود على البوابه. على كل حال واحد من الاثنين اللي كانوا مع ماجي حاول في الوقت ده يتهجم عليها، ولكن ماجي بطريقه ما يعني قدرت تدافع عن نفسها وتاخد عربيتها اللي هي اساسا عربيه اختها وتهرب. وتاني يوم الصبح روز بتكون رجعت من السفر، بتدخل الشقه بتلاقي ماجي مدمرها حرفيا. كمان بتلاقيها جايبه معاها كلب من المكان اللي شغاله فيه. روز بتقول لها ما هذا وحق الجحيم، انت حاطه لي كلب على السرير؟ وايه اللي انت مهبباه في الشقه دي كلها؟ بقول لك ايه، انا ورايا شويه شغل هنزل اعملهم وارجع الاقيك مروقه الشقه دي وتخليها زي ما كانت. فماجي قال لها معلش انا بس الليله اللي فاتت دي كانت ليله وحشه قوي ومريت بظروف مش كويسه، فاديني فرصه بس افوق من اللي انا فيه. روز قالت لها انت كل يوم ظروفك منيله في 60 نيله على طول، اعذارك ومشاكلك مش بتخلص يا ماجي للمره ال90، مش هينفع حياتك بالطريقه دي. وروز سابتها بعد كده ونزلت علشان متاخره على شغلها، ولكن لما بتنزل بتلاقي العربيه بتاعتها مركونه بطريقه غلط، فبالتالي اتكلبشت. فبتطلع تاني لماجي بتصرخ في وشها زي المجنونه، بتقول لها ايه، هو انت ناوي تبوظي لي حياتي كمان معاكي ولا ايه؟ العربيه دي من ساعه ما اشتريتها ما اتكلبشتش ولا مره. بقول لك ايه يا ماجي، لغايه اخر النهار تكوني شفتي لك مكان تاني تعيشي فيه، مش هينفع تعيشي في بيتي ده تاني، وانا مش هقدر اشيل مسؤوليتك طول حياتي. ماجي قالت لها روح فين طيب، مفيش مكان اروح فيه. روز قالت لها ماليش دعوه، اتحملي مسؤوليه نفسك. ولما روز بتروح الشغل بعد كده بتقابل صديقها اللي بتحبه ده واللي ما سافرش معاها وخزوقها. روز قالت له يا ريت يعني لما يحصل موقف مفاجئ ولا حاجه وتغير من الخطط بتاعتك تقديرا منك على الاقل تديني تليفون. وبعدها بشويه بنلاقي ماجي بتلم حاجتها علشان تمشي من بيت روز. في الوقت ده باب البيت خبط، بيتضح مين، صديق روز اللي بتحبه. ولكن زي ما قلنا صديق روز ده كان بيبص لماجي بصات غير بريئه. كمان ماجي ما عندهاش اي مشكله. بعدها بشويه مش كتير روز بترجع البيت وبتفاجئ باللي بيحصل، صديقها اللي بتحبه مع اختها ماجي. طبعا الموقف ما كانش حلو خالص ليهم هما الثلاثه. صدمه روز في اختها كانت اكبر من صدمتها في صديقها، دي اختها ازاي تعمل فيها كده. وروز ادتها حاجتها بعد كده وصرخت في وشها وقالت لها اخرجي من حياتي للابد. فصديقها ده اخد ماجي ووصلها لغايه محطه القطر، وهناك اداها شويه فلوس وسابها. ماجي هناك في المحطه بتفتش في الحاجات بتاعتها وبتطلع الجوابات اللي كانت بتتبعت لهم من جدتها، والجوابات دي كان مكتوب عليها العنوان بتاع جدتها. فماجي في الوقت ده قررت انها تروح لجدتها. بنسيب ماجي بقى بنروح لجدتها اللي اسمها إلا. بيطرح ان جدتها دي فاتحه دار رعايه للمسنين وهي اللي بتديره، وطبعا إلا متصاحبه عليهم كلهم. وكان في واحد كده اسمه لويس مهتم بيها شويه، ولا اقول لك شويتين. على كل حال بنرجع تاني لروز، كانت بتمشي الكلب اللي ماجي كانت جايبه معاها في البيت. واثناء ما هي واقفه عند النافوره كده بالصدفه بتعدي واحده تانية معاها كلب، وبيتضح انها عارفه الكلب ده. فبتسالها ايه ده، هي صاحبه الكلب ده رجعت من السفر ولا ايه؟ هي مش كانت سايباه في دار رعايه باين لغايه ما ترجع؟ روز قالت لها ايوه فعلا، بس انا يعني بمشي الكلب ودي شغلانتي. فالست دي قالت ايه، انت شغاله الشغلانه دي؟ ده انا هحتاجك جدا. وكل الناس اللي معاهم كلاب في الوقت ده اتلموا على روز، وكلهم كانوا عاوزين يدفعوا فلوس مقابل خدماتها انها بس تمشي الكلاب بتاعتهم. يا اخي في شويه شغلانات هناك غريبه جدا. المهم روز لما بتعرف ان الكلب ده اساسا كان موجود في دار رعايه بتروح علشان ترجعه لهم. صاحبه دار الرعايه ده اول ما شافت الكلب فضلت تشكر ربنا ان روز رجعته لها تاني علشان ما يحصلهاش اي مشاكل مع صاحب الكلب. وحاولت تعرض مكافاه على روز، لكن روز قالت لها انا مش عاوزه مكافاه، انا بس عاوزه منك اي حد يجي لك علشان يقول لك ان هو عاوز يمشي الكلاب بتاعته مقابل الفلوس. الموضوع ده تخليه حصري ليا انا، ويا ستي هقسم معاك الفلوس. فصاحبه الدار وافقت. على الجانب التاني ماجي بتوصل لميامي، بتطلع دليل التليفون وبتتصل بالدار بتاع جدتها، وبتقول لجدتها انها ماجي حفيدتها. فجدتها إلا بتروح علشان تاخدها بالعربيه.
بتاخدها معاها الدار، وهناك بتعرفها على واحده صديقتها، وماجي كان باين عليها الحزن الشديد جدا. ايه ده يا ماجي، وانت بتحسي؟ على كل حال ماجي بتسال جدتها اذا كان جدها موجود، فجدتها بتقول لها ان جدها مات، وبتدخلها بعد كده اوضه عندها علشان تستريح شويه. صديقه إيلا بتقول لإيلا انها متفاجئه انها عندها حفيده، لانها كانت فاكره ان إيلا مش مخلفه اساسا، وسالتها على شكل بنتها كان عامل ازاي. إيلا قالت لها ان بنتها دي كانت شبه ماجي جدا في كل حاجه، عينيها مناخيرها بقها شعرها حتى في نكدها زيها برضه. فصديقتها دي سالتها هي بنتها ماتت ازاي. إيلا سكتت شويه كده وبعد كده قالت لها انها ماتت في حادثه عربيه. على الجانب التاني روز بتقابل ابوها في مطعم، لان ابوها كان عاوز يطمن عليها ويعرف ايه اخبارها. روز بتقول له انها سابت شغلها كمحاميه وبقت شغاله بتفسح كلاب. ابوها قال لها ايه اللي انت بتعملي ده يا مجنونه. روز قالت له ما تقلقش، وعاوز اقول لك يعني مش انا اللي تقلق عليها. فابوها في اللحظه دي قال لها ايه ماجي مالها. روز قالت له مش فاهمه، وانت ما شفتهاش ولا ايه؟ وده علشان روز كانت فاكره ان ماجي سابتها وراحت قعدت عند ابوها، ولما عرفت ان ماجي مش عند ابوها روز خبت عليه كل اللي حصل علشان ابوها ما يقلقش عليها. قال يعني هو فارق معاه قوي. المهم روز بتخلص مقابلتها مع ابوها وعلى طول بتتصل باختها، لكن بتلاقي ان رقم اختها ده اترفع من الخدمه، وروز طبعا كانت قلقانه جدا لانها مش عارفه ماجي فين دلوقتي. على الجانب التاني ماجي بتدردش شويه مع جدتها وبتسالها هي ليه كانت غايبه عنهم بعد وفاه مامتهم. جدتها قالت لها انا ما كنتش غايبه ولا حاجه، انا كنت على طول ببعت لكم جوابات، لكن ولا مره حد فيكم رد عليا. وإلا في الوقت ده بتعرف من ماجي ان ابوهم كان بيحوش عنهم الجوابات دي وما كانش بيوصلها ليهم، وده علشان مش عاوز يبقى ليهم اي علاقه بجدتهم، لان في خلافات كبيره جدا بينه وبينها. من الناحيه التانيه بنلاقي روز بتفسح الكلاب، وتقريبا كده خدتها شغلانه بجد. في نفس الوقت ماجي عايشه حياتها على حمام السباحه قدام كل الرجاله الكبيره اللي موجوده في الدار. يا بنت حرام عليك هتجيب لهم ازمه قلبيه من اللي شايفينه. الناس زي تقريبا اخر مره شافوا فيها المشهد ده كان من 60 سنه. على كل حال بنرجع تاني لروز. سايمون زميلها ده بيقابلها بالصدفه في الشارع، فبياخدها بيقعدوا في مطعم علشان يتكلموا مع بعض شويه. بيسالها سابت الشغل في الشركه ليه. روز مش بترضى تقول له على السبب الحقيقي، بس كان واضح جدا ان سايمون بيحب روز، وعلشان كده اخد منها ميعاد يقابلها مره تانيه. في نفس الوقت على الجانب التاني ماجي بتمارس هوايتها المفضله، الا وهي انها مش بتشيل مسؤوليه وبتعمل افعال مستفزه، لكن مع ذلك جدتها بتستحملها. ماجي في الوقت ده بتسالها انت بعدت عننا ليه. جدتها قالت لها انا ما بعدتش، ده ابوكي هو اللي ارغمني ان انا ابعد، وده طبعا بسبب المشاكل اللي كانت بينهم وبين بعض واللي زادت جدا بعد وفاه بنتها. ماجي بتقولها على فكره ده مش مبرر، انت لو كنت بتحبينا فعلا وكنا فارقين معاكي كنت هتحاولي اكتر انك انت تتوصلي لينا، انما انت لما لقيت ابويا بيعمل كده كبرت دماغك وعشت حياتك. بعدها بشويه إيلا بتقابل صديقتها وبتحكي لها وبتشتكي لها عن ماجي. فصديقتها قالت لها بقول لك ايه، ماجي واختها كبروا من غير ام، وطبعا طول الفتره اللي فاتت دي كانوا محتاجين لك جدا، فانا شايفه يعني بما ان ماجي جات لك هنا ايه رايك لو تحاولي تصلحي منها وتساعديها تخلي اسلوب حياتها احسن من كده. بعدها بتيجي سيره بنتها المتوفيه. إيلا في الوقت ده بتفاجئ زميلتها وبتقول لها ان بنتها ماتت بسبب حادثه عربيه، لكن الحادثه دي كانت مقصوده من ناحيه بنتها هي اللي خلصت على حياه نفسها. وإيلا بتقول انها عرفت لان بنتها كانت سايبه لها ملاحظه كاتبه لها فيها انها تاخد بالها من بناتها. على الجانب التاني سايمون بيقابل روز للمره التانيه، والموضوع بينهم بيتطور لضحك وهزار، وروز بتبدا تعجب بسايمون. بس كان كل ما سايمون يحاول يجيب سيره اخت روز بيلاحظ ان روز كانت بتتضايق وبتحاول تقفل على السيره، وده كان مخليه مستغرب شويه. بنرجع تاني لماجي. انا زهقت بقى رايح جاي من الصبح. جدتها بتقول لها بقول لك ايه، بدل ما انت عايشه حياتك كده كاميره رايحه جايه لي كده وعماله تتفسحي وعايشه حياتك، ايه رايك لو تشتغلي معايا هنا في الدار وتساعديني، وفي المقابل يا ستي هضرب لك المرتب بتاعك في 2. وعلشان ماجي بتحب الفلوس على طول وافقت. بس ماجي ما كانتش شايفه شغلها بضمير. يعني مثلا كان في واحد عجوز كده واعمى، ده كان بيحب ان حد يقرا له، فطلب من ماجي انها تقرا له شويه، ولكن ماجي رفضت واكتفت انها تعمل الشغل المطلوب منها بس. في نفس الوقت من الناحيه التانيه روز مشغوله جدا على ماجي، وكل ما تتصل بيها بتلاقي رقمها خارج الخدمه. وتاني يوم بتخرج مع سايمون للمره الثالثه، بيحضروا مباراه كره سله مع بعض وهما الاثنين بينبسطوا جدا. ولاول مره روز بتاخد سايمون عندها في البيت. هناك بيكملوا سهرتهم مع بعض وبيتكلموا مع بعض، وبعدها الموضوع بيتطور قوي. حتى انت يا سايمون طلع غرضك مش شريف. اما على الجانب التاني فماجي بتخلص شغل وبترجع البيت، بتلاقي إيلا قاعده مع اصدقائها بيتفرجوا على فيلم، فماجي بتقعد معاهم وبيسهروا شويه مع بعض بيتصاحبوا على بعض. وبعد ما السهره بتخلص اصدقاء إيلا بيمشوا، ولكن لويس قبل ما يمشي كان بيحاول يتشاقى شويه. وهي لويس الحركه دي اساسا ممكن ينزل لك فيها غضروف يا لويس. ماجي بتشوف اللي بيحصل ده فبتنصح إيلا انها تدي للويس فرصه، بتقول لها قبليه يا ست وعيشوا حياتكم شويه. بس إيلا ما كانتش مهتمه قوي وسالت ماجي اختها فين، وكانت عاوزه تبعت لها يعني علشان تيجي تقعد معاهم شويه. بس ماجي قالت لها ان اختها محاميه فبالتالي مش فاضيه خالص ومش هتقدر تيجي تقعد هنا خالص، وده لان
لان ماجي كانت خايفه من مواجهه اختها مره تانية. المهم تاني يوم ماجي بتعمل شغلها وبتروح لنفس الراجل العجوز الاعمى. الراجل ده للمره التانية طلب منها انها تقرا له كتاب، ده اللي خلى ماجي تعترف له انها مش بتعرف تقرا كويس. الراجل ده قال لها انا هعلمك. فماجي بسخريه كده قالت له ليه وانت مدرس؟ الراجل ده قال لها لا انا بروفيسور. راحت ماجي كاتمه الكلام على طول. الراجل ده قال لها امسك الكتاب واقري على مهلك خالص، انا مش ورايا اي حاجه. وفعلا صبر على ماجي جدا، وماجي بدات تقرا كلمه كلمه لغايه ما قرت صفحه كامله من الكتاب. بعدها الراجل ده اتكلم معاه في حاجات كتيره جدا عن الامور الحياتيه، واللي منها المواقف اللي بتقابل الانسان واللي ممكن تكسره او تجرحه وتاثر عليه بطريقه نفسيه مش كويسه. بس كمان كلمها عن الطموح والمثابره، وفهمها ان الحياه بتيجي على الشخص الضعيف والمستسلم انما بتخاف من الشخص القوي. في نفس الوقت ده من الناحيه التانيه بنلاقي ان سايمون اتقدم رسميا لروز، وروز طبعا هتوافق. في نفس الوقت ده من الناحيه التانيه الا بتقول لماجي هو ايه الحكايه، هي ايه المشكله اللي بينك وبين روز مخلياك مش عاوزاها تيجي هنا. ماجي بتحاول تتهرب منها ومش عاوزه ترد عليها. فإلا سالتها طيب انت فاكره مامتك؟ ماجي قالت لها انها كانت مميزه مختلفه عن كل الامهات التانيين، وانها كانت دايما بتحب تفاجئهم. وسالت جدتها بعد كده بنتها كانت ايه بالنسبه لها. طبعا إلا قالت لها انها كانت بتحبها جدا، وكانت دايما بتقول لها انها تاخد الدواء بتاعها، وده لان صحتها ما كانتش كويسه. كمان كانت رافضه ان بنتها تخلف لان الخلفه كانت خطر جدا على صحتها. ماجي قالت لها يعني ايه وانت ندمان على وجودي انا وروز؟ إلا قالت لها لا، اللي انا ندمان عليه اني ما سمعتش من بنتي ايه اللي هي كانت عاوزاه في الحياه، لاني كنت دايما بقول لها ايه اللي انا عاوزاه في الحياه. بنروح مره تانية لروز، بنلاقي سايمون بيوصلها لبيت ابوها لان مرات ابوها عامله لها حفله بمناسبه خطوبتها. وطبعا مرات ابوها كانت مجمعه كل اصدقائها وكمان بنتها اللي بتحبها جدا. وروز تقريبا ما كانتش تعرف اي حد في القعده دي غير صديقتها المفضله والمقربه منها جدا اللي كانت جايه معاها. على كل حال مرات ابوها دي بتبدا الحفله على طول، وبتجيب تلفزيون علشان تعرف فيه شويه صور لروز وهي لسه صغيره. وبنلاقي ان الصور كلها ما كانتش حلوه خالص. مرات ابوها جايبه لها كل الصور المهينه والوحشه، ده غير انها كانت عماله تتريق عليها طول الوقت وضحكت كل الناس الموجوده على روز. فروز راحت قايمه من وسطهم ودخلت المطبخ وهي عماله بتبكي، وصديقتها راحت وراها علشان تهديها. في الوقت ده روز بتقول لها انها نفسها اختها تكون فعلا معاها دلوقتي لانها هي الوحيده اللي بتحبها من قلبها. في الوقت ده بتجيلها مرات ابوها بتقول لها ايه انت ازاي تتجرأي وتسيبينا واحنا قاعدين، ده انا عامله القعده دي كلها علشانك. فراحت روز ماسكه السكينه وقالت لها بقول لك ايه يا وليه انت لو ما مشيتيش من قدامي هقطع لك لسانك. فعلى طول مرات ابوها اختفت من قدامها في ثانيه. وبعدها روز بترجع البيت وبتقعد على الكنبه اللي كانت ماجي بتنام عليها. بالصدفه كده بتلاقي ورا ظهرها الشال بتاع اختها، فبتجيب التليفون وبترن عليها تاني، برضه نفس الكلام، الخط بتاعها مش شغال. اما ماجي من الناحيه التانيه فبتساعد صديقه جدتها في انها تختار الهدوم المناسبه للفرح بتاع حفيدها، وده لان ماجي ليها في الفاشن شويه وبتعرف تساعد الناس في الهدوم المناسبه ليهم. اما روز من الناحيه التانيه فبتروح حفله مع سايمون، وهناك في الحفله دي كعب الجزمه بتاعها بيتكسر، فبتروح تقعد على كرسي كده مع نفسها على جنب. في الوقت ده بيجي لها صديقها اللي كانت بتحبه وسابته اللي خانها مع اختها. طبعا بيعتذر لها عن اللي عمله. فروز بتقول انت بتعتذر على ايه؟ ده انا بسببك انت خسرت اختي للابد. انت تعرف ان انا من ساعتها لغايه دلوقتي ما اعرفش مكان اختي فين، والمشكله ان انا مش قادر اقول لاي حد عن اللي حصل، مش قادر اقول لابويا لحسن يزعل مني ويقول لي ان انا ما اهتمتش باختي كويس. حتى سايمون مش قادر اقول له لان لو قلت له هيكره اختي. فصديقها في الوقت ده حاول يعني ان هو يخفف من عليها وحط ايده على وشها. ومين دخل عليهم في الوقت ده؟ سايمون. طبعا شاف كل اللي بيحصل ده من بعيد فاتضايق جدا من روز، واخدها في العربيه بعد كده علشان يوصلها البيت. وطول الطريق كان عمال بيعاتبها، وده علشان لقاها واخده راحتها جدا في الكلام مع صديقها القديم، مع انه هو لما بيسالها عن اي حاجه تخص اختها روز مش بترضى تصارحه. ده اللي كان مزعل سايمون، وقال لها على فكره احنا مش هينفع نتجوز بالطريقه دي، طول ما انت كده انا مش هتجوزك. وسابها ومشي. روز بتطلع البيت بعد كده وبتبص في البريد اللي جاي لها، بتلاقي فيه جواب جاي لها من جدتها بتطلب منها فيه انها تجيلها وتقابلها. فروز على طول بتروح على ابوها بتقول له ايه الحكايه، انت ازاي تقول ان جدتي ماتت وهي لسه عايشه؟ وقالت له انها بعتت لها جواب علشان تقابلها. ابوها قال لها ان احنا حياتنا احسن من غير جدتك، وقال لها ان جدتها مشاكلها كتير علشان كده يعني ما كانش عاوزهم تبقى ليهم اي صله بيها. روز قالت له ايه انت بتقول ايه؟ قالت له ان مامتهم ماتت وهم صغيرين وانهم كانوا في اشد الاحتياج لجدتهم دي، فازاي يعني يبعدها عنهم؟ وعلى طول تاني يوم بتروح لجدتها علشان تزورها. هناك بتخبط على الباب وبتتفاجئ ان اختها ماجي هي اللي بتفتح. روز قالت لها انت بتعملي ايه هنا؟ ماجي قالت لها بشتغل هنا. وسالت روز هي عرفت المكان ده ازاي؟ فروز قالت لها ان جدتها بعتت لها جواب. بعدها بشويه بتيجي جدتهم، واول ما بتشوف روز بتجري عليها وتحضنها وبتبوسها، وسالتها اذا كانت لسه فاكراها. روز قالت لها طبعا فاكراك كويس. وبياخدوا بالهم في الوقت ده ان روز مخطوبه، فبيحتفلوا بالمناسبه دي. وتاني يوم ماجي بتاخد روز في جوله
في وسط المكان، وطول ما هم ماشيين الناس كلها بتسلم على ماجي، وده حسس روز ان ماجي اتغيرت. ماجي اخدت روز بعد كده علشان تعرفها على شويه ناس كانوا شغالين محاميين زيها وتقاعدوا. فواحد من الناس دي بيسال روز بيقول انت شغاله في انه مكتب، فروز قالت له انها سابت الشغلانه دي مؤقتا. ماجي لما بتسمع الكلام ده بتحس بالذنب اتجاه روز لانها كانت عارفه انها هي السبب. ولما بيرجعوا مره تانيه لجدتهم، هناك جدتهم بتوريهم البوم صور فيه صور كتير ليهم وهم صغيرين. وفي الوقت ده بتيجي سيره حكايه قديمه كده كانت بتجمع بين روز وماري ومامتهم. كانت مامتهم خدتهم علشان تفسحهم فسحه حلوه كده علشان تبسطهم هما الاثنين، ولكن عملت كده بدون ما تقول لجوزها. فلما رجعوا في اليوم ده ابوهم اتخانق مع مامتهم علشان خدتهم وخرجوا من غير ما تقول له، وكان شايف وقتها انها بتعمل تصرفات كتيره جدا غير مسؤوله وغير محسوبه، وكان دايما بيقول لها ان هي غير صالحه كأم. كمان كان ناوي يحطها في مصحه نفسيه، وده السبب اللي خلى مامتهم تخلص على نفسها لانها ما كانتش محتمله انها تعيش بعيد عن بناتها. ماجي في الوقت ده بتقول لروز انها مش فاكره اي حاجه من ده كله. روز قالت لها انها كانت لسه صغيره علشان كده ما تعرفش اي حاجه من اللي حصل، وبندرك في اللحظه دي ان روز من وقتها هي اللي بتاخد بالها من ماجي وبتراعيها. فماجي بعد كده لما بتكون مع روز لوحدهم بتتاسف لها عن كل اللي عملته وانها كانت دايما بتبوظ لها حياتها وكمان عن خيانتها ليها. فروز في الوقت ده بتبكي وبتقول لماجي ان سايمون كمان احتمال يسيبها، وبتشرح لماجي اللي حصل. فماجي بعدها في قاعده كده مع الستات العواجيز اللي هناك اثناء ما كانت قاعده معاهم علشان توفق لهم هدوم، لان ماجي خدتها شغلانه قصاد الفلوس، ما بتضيعش حاجه على الفاضي. المهم يعني ماجي اخدت رايهم في الموضوع بتاع سايمون واختها. فالستات دي كلها فضلت تديها شويه حلول، وكان في حل منهم يعني ان ماجي تتصل بسايمون وتقول له ان اختها روز حامل، ده هيخليه يجي هنا على ملا وشه. وفعلا ماجي عملت كده. بعدها تاني يوم بتروح الشغل عادي وبتدخل اوضه الراجل العجوز الاعمى ده علشان تقرا له شويه، لكن ماجي بتتفاجئ ان الاوضه بتاعته فاضيه، وبيتضح ان الراجل ده اتوفى. طبعا ماجي اتاثرت جدا لانها كانت بدات تتعلق بالراجل ده. وبعدها بكام يوم جدتهم بتعمل حفله كبيره في الدار علشان تبسط الناس الموجودين هناك، والراجل اللي اسمه لويس ده كان لازق لجدتهم. مش بس كده، خد التقيله، ده يتجرأ وباسها قدام الناس كلها. شاي قوي لويس ده. على كل حال في الوقت ده سايمون بيجي بياخد روز على جنب كده وبيتكلم معاها وبيقول لها ايه الموضوع، هو انت حامل بجد؟ فروز قالت له انها مش حامل، وقالت له انها كانت طبعا هتقول له لو هي حامل. كمان قالت له ان لو في حاجه هي ما قالتلوش عليها فده علشان الحاجه دي ملهاش اي علاقه بعلاقتهم ببعض. بمعنى اخر يا سايمون اللي مالكش فيه ما تتدخلش فيه. وقالت له ان سبب رفضها عن الكلام عن اختها ان يعني اختها دي لما هتتدخل في حياتهم هتخربها، هتبهدل الدنيا، وساعتها بقى يا سايمون انت هتجيلي وهتقول لي بعيده اختك عننا وعن حياتنا والكلام ده كله. بس احب اقول لك يا سايمون يا اخويا ان انا مش هقدر اعمل كده لاني بحب اختي جدا. فسايمون بيحترم انتماء روز لاختها وبيكمل في الجوازه دي، وعلى طول بيعملوا الفرح. وفي يوم الفرح ماجي كانت محضره قصيده علشان تقولها لاختها. القصيده دي كانت مؤثره جدا، بتتكلم عن الحب والانتماء وعن رعايه اختها روز واهتمامها بيها طول حياتها، رغم ان ماجي كانت بتتسبب ليها في مشاكل كتير، الا ان مع ذلك روز بتحبها حب غير مشروط. وبعدها بيكملوا الفرح وبيحتفلوا كمان، وروز بتقعد مع ماجي قاعده على انفراد قبل ما تمشي مع سايمون. ماجي بتقول له روز اعرف ان سايمون ده حلو قوي يا بت يا روز. فروز بتبص لها بصه كده اللي هو ايه، هتعمليها معاه هو كمان ولا ايه؟ ماجي قالت لها ايه، انا بهرج يا روز بمزح. فروز ضحكت. وماجي بعد كده بتوصلها للعربيه بتاعت سايمون وبتودع روز. واثناء ما كانت روز ماشيه بالعربيه ماجي كانت واقفه في الشارع بتبص عليها وهي ماشيه. كمان روز كانت بتبص على ماجي وهي بتبعد عنها وكانت عماله بتعيط. ولغايه هنا الحكايه بتنتهي. فيا ريت بقى تدوس على اللايك كده وتعمل كومنت وشير علشان بس الفيديو ينتشر بشكل اوسع. كمان لو انت مش مشترك فاشترك وفعل الجرس علشان تجيلك اشعارات بكل الفيديوهات الجديده. مستنيكم ان شاء الله الفيديو اللي جاي. سامي زازا.